انت عارف هو يعتبر حسام حسن يعتبر خان نفسه في طريقه اللعب في بطوله افريقيا. حسام حسن شفت الماتشات اللي هو لعبها بتاعت اللي هو مثلا التصفيات بتاعت كاس عالم مع تصفيات افريقيا، لعب له مثلا يجي 13 14 ماتش. فال 13 14 ماتش دول هو عمل ايه فيهم؟ كان بيلعب بطريقه هجوميه قوي، يعني مثلا كان تلاقي صلاح مع مرموش مع تريزيجيه مع زيزو. لان الفرق مش قويه قدامك. ايوه، ما انا بقول لك هو خان نفسه بايه؟ ان فضل 13 ماتش يلعب بالطريقه دي، وهو في دماغه مش دي الطريقه لما انا هروح افريقيا ان انا هلعب بيها. مش مجهز يعني. ما هو كده مش مجهز، ما هو خان نفسه. انا بقول لك انا شايفها كده ان هو خان نفسه، لان المفروض انا كراجل داخل على بطوله وعندي ماتشات كلها سهله، فالمفروض هلعب بالطريقه اللي انا هلعب بيها في افريقيا اللي انا بجهز لها مثلا. يعني هو دلوقتي مش هيقدر مثلا يلعب بزيزو مثلا وصلاح، ما عملهاش، كان بيعملها قبل كده يعني في تصريح ايام كروش كروش. ايام ما كان بيطلع مع مهيب عباد. زي اه بيساله بيقول له لو صلاح كان اداؤه سيء في الملعب كان بيقول مشكله لما غيره. لما صلاح في كذا حد في كذا ماتش كان ما كانش يقدر يجي جنبه. ما كانش حد معاه. طب تفتكر كان صلاح في ماتشات كان يخرج فيها عادي؟ شايف اللي هو طب ماتش ايه مثلا؟ ماتش السنغال صلاح ما اداش فيه قوي. ما اداش خالص، وكل كوره بيسابقوا فيها منه اطول منه. في ناس بتبص لها مثلا يقول لك ايه، صلاح حتى لو ما اداش مثلا ماتش حلو، وجوده في الملعب مهم، انه ممكن يجيب اي جول في اي وقت. ما انت برضو عندك ناس بالطريقه دي. انا برضو مش هستنى ان هو يخطف الكوره. انا مش جايب احسن لاعب في العالم عشان استنى منه كوره واحده. من افضل لاعبي العالم صلاح طبعا. سجل بيقاطع على كل كوره وبتاعت باص على وفروع. انا شايف ان صلاح جاي قد واجب، ما عندوش الشغف. بس انت لو جيت بصيت لها، طب ما صلاح جايب اهداف، يعتبر هو هداف منتخب مصر في البطوله. عشان كل كوره ولا ضربه جزاء ولا شوط. هو ما فيش الا ضربه جزاء واحده، بس انا اقصد يعني اقصد مثلا هو كان ممكن يلعب ويجي مثلا في الدقيقه 70 او 75 يقدر مثلا ينزل واحد زي زيزو يشغل شويه الجبهه دي. انا شايف زيزو عن صلاح. طب بالنسبه مثلا لواحد زي مين، اللهم صل على النبي، اللي هو مصطفى محمد، تفتكر ان الكابتن حسام مثلا انا شايف ان حسام حصل مع مصطفى محمد، ان انت اصلا انت معاك يعتبر مصطفى محمد من افضل المهاجمين في قاره افريقيا. تمام. انت محتاج لعيب زي كده، لعيب يكون قوي، يطلع مع المدافعين، يدخل مع المدافعين، يطلع في الكوره في عرضيه، وانت مش تلعب على المرات المرتده. كل كوره مرتده يا كابتن حسام. هو بادئ بطريقه لعب مع الفرق الصغيره، هي زي اللي هيلعبها زي الفرق الكبيره. تلعب المنافس على قد الامكانيات. طب في لعيبه اتظلمت ان هي ما راحتش؟ يعني انت شايف مثلا ان في لعيبه اتظلمت ان هي ما راحتش؟ صانع العاب. طب يعني مكان مين مثلا؟ يعني انا مش هقول لك بقى مكان مين، بس انت ما انت مثلا عندك لما تيجي مثلا، لا هقول لك، يعني عنده امام عاشور ماشي، وعنده مثلا زيزو، هو واخد زيزو عشان هو يلعب صانع العاب، خلي بالك، لان هو مش في دماغه ان هو ما استفادش منه. حتى حتى التوقيتات اللي لعب فيها زيزو ما كانش مؤثر بسبب حسام حسن. اصل زيزو حتى بقاله 5 6 سنين بيلعب في الزمالك ناحيه اليمين. ممكن مثلا ياخد كوره ويعمل عرضيه. وانت مثلا انت حاجه صلاح زيزو اصلا كان الناحيه الثانيه، الافضل هو اللي يلعب، وصلاح مش يعني في فضوشه كتير ما كانش مؤثر مع منتخب مصر. طلعه ونزل زيزو. انت دلوقتي بتنزل زيزو في مكان اصلا هو اصلا مش بيجيد فيها، مش هيديك مثلا من مستواه مثلا من 50%. انا كده اصلا بتقتل زيزو كلها قوته وهو كلها في الناحيه اليمين. كده بتغير مركزه. وبعدين تريزيجيه علامه استفهام كبيره، زي ما قداش. تريزيجيه كنا مستنظرين منه اكتر من كده، لان تريزيجيه الفتره اللي فاتت كلها كان بيبقى افضل لاعب في المنتخب. بس تحس ان السنه دي تريزيجيه في المنتخب تحس ان اداؤه هبط، يعني نزل قوي. تريزيجيه كان افضل. حتى في السرعات مع اللعيبه مش بيعرف مثلا يجي قصاد حاجه. تفتكر ده اداؤه هبط من ايه؟ والله انا شايف حتى في بعض الناس زمايلنا مثلا اللي بيشجعوا الاهلي قال لك هو حتى اداؤه معانا في الاهلي مش عاجبني. يعني عندك مثلا فكري يقول لي لا، مستوى وحش قوي معانا.
تريزيجيه جاي بطل يعني شبه كوره. خلاص يعني جاي مثلا هقعد لي سنه سنتين هيحقق له كام بطوله وقرشين والاهلي في جيل حلو كويس. هو كده الاهلي بيجيب دايما لعيبه تقيله بس اصلا. هو حتى لو وحش اصلا هيحقق بطولات، هو كده هيحقق بطولات لان معاه كده اصلا تريزيجيه بقى له كام سنه بيلعب منتخب مصر بره، بيلعب في الخليج شويه في الفرقه اللي هي القطريه السد ده كان مع بن شرقي هو. لا مش السد ما لعبش في السد ما لعبش في السد. والاهلي دفع له قرشين وهيبطل كوره يعني. وبعدين مع الوقت مع كتر السنين اللاعب مستواه بيقل مع الوقت. بس تريزيجيه اخر سنتين مع الاهلي مش شرط يعني. وكده كده الدوري المصري هم هيبقوا اقوى يعني، حتى في مش هيظهر بالاداء الوحش ده زي ما ظهر في المنتخب يعني.